طبعا كل هيقول لي البسكويت العسل ده عاملاه ازاي. مكونات سهلة وبسيطة. يلا تعالوا ادخلوا معايا الفيديو هنقول لكم مكوناتها ايه. يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وانا وراحة بال. النهارده هنعمل البسكويت بالبيض وبعصير البرتقال. كومنت بقى ولايك، واحنا متعودين نعمل كده يا جماعه، بيرمي كتير والله بسم الله ما شاء الله. وانا قررت ان انا يعني السنه دي انا لازم اعمله يعني مع اخواتي وحبايبي وكده. بصوا كومنت يا جماعه ولايك وقولوا لي رايك ايه. عارفه طلع عسل بصراحه ويهش كده، وعملناها ماهي عشان بدل ما لما بتخنيه بيبقى زي العيش الرغفان. تمام. بسم الله يلا بقى. نستعيذ بالله ونقول اللهم صل على سيدنا محمد ونشوف هنعمل ايه. في الاول ده عصير برتقال انا عصراه، بس ده معصور بالعصارة مش مخلوط في خلاط، بدل ما تصفي وتتعبي لا، ده عصير اهو. اول حاجة بدأت ان انا ندوب فيه ايه؟ السكر. ندوب فيه السكر. طب في ناس بتقول لا انت تدوب سكر مع البيض، دي كل واحد على حسب انت عايزة ايه. انا حبيت اعمل كده عشان قلت اشرب السكر بالبرتقال. تمام. واهو بص يا جماعة البيض انا حطيت 12 بيضة. تمام. على دي المقادير، على كوبايتين، على برطمان عصير فريش. تمام. على علبة لبن، على كيسين سكر. تمام. زائد قلنا اللبن بس. تمام. على مش عارفة 15 بيضة ولا كام او 13 حاجة زي كده، بس مش هيزيد عن كده. وركهم كده في بعض ودي النتيجة يا حبايبي. وبيض بلدي بسم الله ما شاء الله جميل يا جماعة. البيض البلدي بيبقى يخلي العيش يحمر معاك مش زي البيض المستورد. عايز تخبزي بسكويت اخبزي على البيض البلدي مش البيض المستورد. تمام. في ناس زي ما قلت لكم في الاول ان هي بتبدأ تضرب البيض مع السكر براحتك، دي حاجة ترجع لك انتي. تمام. حاجة ترجع لك انتي. اللهم صل على النبي. بيض البلدي ما في لا يعلى عليه اهو. وابدا ارك دول وبعدين انزل بالدقيق، وبعد ما انزل بالدقيق بخبي النشادر في الدقيق عشان ما تفسدش معاكي. فارت معاكي في العجنة اعتبري هتلاقي تعرفي ان عجينتك خمرانة وتبقى زي العسل. لا ما فارتش معانا يبقى ليه العوض، ومن العوض الحاجة جايبينها بايظة. تمام اهو. رك 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 كده عشان ما ايه، من غير مضرب ولا اي حاجة عشان ستات كتير بتقول لا ما نعملش الا بالمضرب، لا ما نعملش. لا يا حبيبتي، ونسيت ما نقول لكم السمنة عشان اخش عليك. السمنة يا جماعة، السمنة نص يعني 2 كيلو خدت منها كد ربعها عشان نعمل بيها بودفور. وبرضو البيديفور هنبدأ نعمله معاكم إن شاء الله. بصوا إيدي زي المضرب، الله أكبر، زي المضرب إيدي. شايفين؟ عسل، يا سلام عليكي. ودي سمنة البمبركشة، دي سمنة. عايز تعملي زيت، في ناس والله يا جماعة تعمل البسكويت بالزيت عسل. بتقول لك يا شيخة ما انت ما فاش، لو عاملة عارفة حاجة ما تتكلميش، جربي الحاجة وقولي لي رأيك ايه وريني. اهو على عينك يا تاجر. طبعا هننزل بالدقيق ونحط معاه النشادر، خميرة النشادر، وكيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. ومش عايزاكي تعجني، لا يا دوبة تسف الدقيق، يا دوبة تسف الدقيق. اللهم صل على النبي. الإضاءة وحشة والحاجة عسل يا عسل. يا سلام، سف كده. اوعى في يوم من الايام تعجنيه يبوظ منك، ما ينفعش. طيب في وحده سؤال بتقول لي نفترضوا ان انا سفيت طلع ايه ماهي. حبيبتي رش الدقيق وبالبعلوله طلع له حته بعلوله صغنونه واقعدي لتيها دقيق وبعدين حطيها في المكنه هتعجن من اول وجديد. بس والله ما حد هيقول لك الكلام ده. بصوا بالراحة ايه رأيك؟ احنا ليك لما نقطع يبقى رفيع وزي المسلوب كده، بس عسل والله العظيم، عسل. انا هنوقف حال القناة.
والله جربي بصي عسل وحياة النعمة طلع عسل. أنا مصورة لكم في الآخر عشان كدبش عليكم. طب صدقوا؟ طب والله لنصورة لكم في الآخر. عسل عسل مضروبة منك ليه. أخي بزقوم إن شاء الله تتشلى. الحريم هتروح تجيبها جاهز. طب تجيبيه جاهز ليه؟ الكيلو ب100 جنيه وب150 تتشلى. كانت حباية في كيس. لا الحريم دلوقتي كسلت. أها طبعا كان معايا المساعد في القطيع ربنا يدي الصحة البشمهندس رندة. رندة لما تدقي عشان خاطر العار بس. ومعايا حبيبة برضه. ده حبيبة كمان ما جاكا. قلت لها تعلم يا مضروبة برب يمكن جوزك يطلع غني ويبقى يخبز بسكويت. مش يطلقوا عشان خاطر عنية بسكويت. لا قلت لها يمكن هيخبز البضافور ويخبز النت وخليكي لازم تتعلمي. ما يا اخويا سبحان الله يدي الحلق بالاودان. هي هدية ما تعرفش تخبز البسكويت. قلتها لكم هنا ربنا هيديها واحد عايز بسكويت على طول. مش راضي تتعلم العجين. طب بص الواحنا عاد معتقة جبنا الواح ودهناها شغالين ضحك وهزار وكركر كركر ومسايبين القناة. يا جماعة عارفين ده حيتخن في الفرن يعني انت ينفش او يعني تتخضل عشان مسلوب كده. لا ده حيبقى بسكويت عسل. انا حنوريكم معي ندري. عسل 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 والله العظيم عسل. انا عشان ما بقاش غليظ كده وفقر انا عايزاه القمع ده يعمل رفيع. الكاميرا مش مديها حقه برضه. طبعا هنوريكي بعد الوقت هيحس واحد يا جمال يا اخي. صبح ونوريكم شكل عسل يا اخواتي. ايه ده؟ ايه العسل ده؟ امي قالت لي بكره الصبح راح اعمل لها تعويذه. يا عسل. السلام عليكم عاد.